أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم في لمة حلوة جديدة. النهاردة هتكون معايا زميلتي نادين. مساء الخير يا نودي. مساء الخير يا هبة، ومساء الخير على مشاهدين اللمة الحلوة. النهاردة معانا ضيوف مميزين جدا. حلقتنا النهاردة سريعة شوية، بس النهاردة بنتقابل مع ضيوف وصناع فيلم فستان ملون، وهو أول فيلم من نوعه في مصر. النهاردة معانا الفيلم ده بيناقش مشكلة أو يعني ظاهرة استقلال الستات والبنات في مصر. دي حقيقة فعلا يا نادين. وكمان احنا النهاردة عايزين نتكلم على حاجة بسيطة كده، حاجة من واقع الحياة. يعني ان الست ليه دلوقتي بقت تتحمل مسؤولية يمكن اكتر من الراجل. طبعا مش كل الرجالة، بس دلوقتي معظم الستات في مجتمعنا الشرقي بقت تتحمل المسؤولية اكتر من الراجل. ممكن نقول ان هي ست مستقلة. يعني خلينا بس النهارده نرحب بضيوفنا وهنعرف يعني ايه ست مستقله، عشان في ناس كتير بتفهم يا نادين الست المستقله بمفهوم خاطئ. طيب معانا النهارده مخرجنا ايهاب مصطفى، مخرج فيلم فستان ملون اللي اسمه عجبني جدا. معانا النهارده هنا اللي غنيتي اغنيه الفيلم. معانا النهارده رضوى العوضي، مثلتي في الفيلم يا رضوى. ايوه مساء الخير. مساء النور. قولي بقى يا ايهاب، دلوقتي الناس بتتكلم على الست المستقله ان هي ست دماغها يعني رأيها من دماغها زي ما بيقولوا، ملهاش كبير. مع اني انا شايفة ان الست المستقلة دي ممكن تبقى متجوزة، ممكن تبقى مطلقة، ممكن تبقى عندها اولاد، ممكن تبقى صغيرة. بس يعني ايه ست مستقلة؟ ليه دايما الناس فاهمة مفهوم الست المستقلة ان هي ست يعني براحتها قوي، واحنا كمان مجتمع شرقي مش متاخده فكره صح عنها من بالظبط. هو زي ما انت قلتي بالظبط. هو اول إيه حاجه فيا؟ لا هي بتمسك في الاخر عامه. انت كنتي يعني كانك قاعده في اول ولا مستقله ماديا ميتنج يمكن، ولا ايه مستقله ماديا فكريا؟ لا، هو اولا هو تصحيح الصوره الذهنيه بكلمه المراه المستقله. الفيلم دي اول حاجه. يعني اول حاجه تصحيح الصوره الذهنيه عن الكلمه نفسها. الديفينيشن بتاع الكلمه هو مش المراه المستقله اللي هي يعني ضربه بعرض الحائط كل حاجه لا، المراه المستقله دي ملايين من المصريات الموجودين في كل بيوتنا. يعني ما فيش عيله ما فيهاش مراه مستقله. مش لازم حاله اجتماعيه معينه، مش لازم سن معين، مش لازم انطباع معين عنها. لا بالعكس، ده هي واحده عاديه خالص. بس الاستقلاليه هنا مفهوم كبير جدا. يعني الاستقلاليه مفهوم مرتبط بالنولج والفكر وطريقه الحياه والثقافه والتعاملات وكل حاجه. يعني مش كلمه زي ما الناس فهماها. او فتصحيح الصوره ده كان اول حاجه في كلمه المراه المستقله. المراه المستقله. هو الفيلم مدته 40 دقيقه. 40 دقيقه صح. بيتكلم عن المراه المستقله اللي انت وصلت بيها صوره للمجتمع ان هي مش اللي زي ما الناس بتتكلم عليها. بالظبط كده. طب ما تيجي نشوف حته كده. يلا بينا. يلا بينا. المرأة المستقلة مش شرط انها تكون سوبرون او امرأة خارقة. ممكن تكون واحدة عادية وضعيفة. اصل احنا مش بطلات بجناحات، احنا بشر مش ملايكة. الصورة والمعنى والروح. هتلاقينا برغم كل أخطائنا وعيوبنا بيفضل جوانا دايما نقطة بيضة وسط الضلمة. إيهاب، أنا دلوقتي عايزة أعرف حاجة مهمة جدا. اتفضلي. أنتوا إزاي فكرتوا في فكرة الفيلم ده؟ موضوع كبير. موضوع صعب قوي. صعب جدا. صعب قوي. هي في الاول الفكره جات لي عشان زي ما قلت لكم تصحيح الصوره الذهنيه. وعشان هو حاله، الفيلم كله على بعضه هيبقى حاله مختلفه جدا. لان اول ما الفكره جات لي جه وراها على طول بالنسبه لي فكره المصداقيه. المصداقيه من اني انا عايز اعبر فعلا عن البنات والسيدات المصريات اللي هم فعلا بيصححوا المفهوم ده
ويبقى الموضوع صادق جدا، فعايز ناس حقيقيه جدا. انت كمان قلت اللي انا أيوة. قلت لك عليه، انت كمان جايب واحده محجبه، واحده ابنها في حضنها تقريبا او بنتها، يعني الاستقلال الحالات هنا الاجتماعية. ممكن يبقى. طب انت تقصد استقلال مادي، استقلال فكري، مش لازم انحراف يعني. ما هو برضه لا احنا خالص. مجتمعنا الشرقي لا انا اقصد اقول لك ان مجتمعنا الشرقي دايما الست المستقله دي لا يا عم دي مستقله دي ايوه بالظبط، ملهاش كبير. ما هي دي الفكره، ان هو يا جماعه يعني يا جماعه كلنا في بيوتنا مستقلات. ممكن تبقى والدي ووالدتي مثلا متجوزين بقالهم 30 40 سنه، بس برضو الوالده ممكن مستقله عادي. يعني الموضوع مش ان هي ملهاش دعوه بجوزها او ان هي متخانقه معاه او ان هي مستقله فكريا. يعني مش ده. ايهاب ازاي اخترت بطلات الفيلم؟ يعني انت بتقول دلوقتي ان الفيلم اللي هو دوكي دراما اللي هو دي مستوحاه من قصص حقيقيه، ازاي بقى تم اختيار بطلات الفيلم؟ هو كلمة مستوحاة من قصص حقيقية معناها ان انا جايب ممثلين بيمثلوا قصص حقيقية، هم لكن بيمثلوا هم حياتهم. دول هم بيمثلوا نفسهم. اوكي. يعني هي الفكرة هم البطلات ومن ضمنهم رضوى. البطلات طالعين بيمثلوا نفسهم، مش بيمثلوا حد تاني. طب ازاي بقى اخترت البطلات؟ هل كان في مثلا قصص معينة في بالك عايز ان هي تبقى موجودة في الفيلم؟ هو كان في معايير بالنسبة لي في الاختيار. اكيد عملت كاستنج طبعا. لا تحسي هو كان في مرحلة قبل الكاستنج. لان الكاستنج عادة بيبقى برضو لو فيلم روائي او لو انا برضو ناس بتمثل دور حد، ففي حاجة قبل الكاستنج اللي هو البروفايل الشخصي بتاع كل حد. انا ليه هختار دي؟ اوكي. فانا كان عندي معايير معينة، لازم يبقوا كلهم طبقة متوسطة بالليفلز المختلفة بتاعتها، بلس وماينس. في الطبقة المتوسطة شريحة كبيرة جدا يعني. طبعا. وده كان حكمته بالنسبة لي، عشان هم دول الطبقة المتوسطة، هي ده العمود الفقري بتاع مصر. ده كان مهم جدا بالنسبة لي. دي أول حاجة. تاني حاجة إن هم مختلفين بس متفقين. يعني في اختلافات ما بينهم في الشخصية وفي الظروف وفي الحياة، بس في حاجات كومن ما بينهم، في حاجات مشتركة. ودي مرتبطة بالفلسفة بتاعة الفيلم. لأن أنا أصلا لما جيت أختارهم أنا كان عندي المعالجة الدرامية بتاعة الفيلم، إن الفيلم في الآخر هو زي الفيلم الروائي، بس الفرق إن هم طالعين بشخصياتهم الحقيقية فبيمثلوا نفسهم. ده حلو جدا كمان، هيبقى مقنع كتير للناس. طب رضوى معلش انا عايزه اسالك سؤال. كمان بقى احدى البطلات. لا رضوى هي مش احدى البطلات بس. ايوه ما انا كاتبت كمان اغنيه الفيلم في السن الاول. وفي حاجه ثالثه. كاتبه السيناريو بقى. ايوه انا بس عايزين هو نسالها كده بدايه، دورك كان ايه في الفيلم ده؟ هو زي طبعا تاكيدا على كلام ايهاب، احنا مش ممثلات، انا مش ممثله، انا كاتبه صحفيه وروائيه، وشاركت في الفيلم مع ايهاب بناء على الفكره بتاعته. عجبتني قوي فكره تجسيد شخصيتنا، احنا ما بنطلعش قدام الكاميرا نمثل لا احنا بنتكلم عن واقع احنا عشناه بجد، تجارب احنا عشناها، اثرنا في المجتمع ازاي بقينا شخصيات بقى المرأة المستقلة. انا امرأة مستقلة، ازاي بقيت امرأة مستقلة. ايه من ناحية الست المستقلة او الامرأة المستقلة؟ انا بالنسبة لي مستقلة ازاي؟ انا بالنسبة لي المرأة المستقلة مش هي المرأة المنفصلة او العايشة الوحيدة مثلا في الحياة والكلام. المرأة المستقلة هي اي كيان ايجابي ناجح في المجتمع، الناس بتتأثر بيه وهو بيتأثر باللي حواليه. هو ده يعني، هو ده تقريبا كينونة كل السيدات يعني البطلات. المرأة المستقلة تبقى كمان ليها تأثير طبعا على اللي حواليها. هي كيان بالفعل. يعني هي كيان ناجح بالفعل، ناس قدوة، يعني ناس بتتعلم منه. هي دي المرأة المستقلة. ما هي لو مش ناجحة مش تبقى مستقلة، لأن دايما البني آدم الضعيف أو الفاشل زي ما بيقولوا بيبقى ما يقدرش إن هو يتحمل مسؤولية لوحده. صحيح. وطبعا أنا مبسوطة جدا بهنا، لأن أنا يعني بجد البنت دي يعني لما أي حد بيكتب كلام بيحب فعلا اللي بيوصل له الإحساس اللي هو عاوزه. أنا طبعا شاركت وكنت سعيدة جدا إن هنا غنت أغنية أنا كتبتها، وقمت طبعا بالمعالجه الدراميه لمعالجه السيناريو للفيلم، طبعا من خلال برضو ورشه عمل كتابه. كنت انا ومنى برضو احدى بطلات الفيلم، وايهاب برضو. يعني ايهاب كان بصراحه مخترق كل الاجهزه بتاعتنا. لا واضح. هو يعني كان دايما بيحط التاتش بتاعه، وهو كان بجد احنا اتعلمنا منه كتير في كان حاسس بينا قوي يعني. ايوه اتعلمت منه كتير. ايهاب يعني قول لي بقى على حته ان انت تعاملت مع بطلات فيلم هم اصلا عمرهم ما وقفوا قدام الكاميرا، عشان انا عايزه اعرف. هي كان لازم يعني هو كان سهل ممتنع. يعني هو بالنسبه لهم هم
يا جماعه انتوا مش بتمثلوا يا جماعه، يعني انتوا طالعين انتوا شخصيتكم طالعين الحقيقية. طبيعيين في حياتكم يعني طبيعية. انسوا الكاميرا خالص، انتوا انت رضوى، انت منى، انت اماني، انت كل البطلات بتوع الفيلم يعني. بس بالنسبه لي انا بقى يعني انا ما كنتش طبعا بظهر ده يعني، بس بالنسبه لي كان الموضوع فعلا المعامله مع الستات انت هتقول لي ست وبقول لك انا عارفه. لا وكلهم كمان ستات مستقلات، فالموضوع كمان لا بالنسبه وفنيا لك كمان ان يعني مثلا كان في مثلا يعني في مشاهد كانت مهمه جدا فيها تمثيل يعني. بس في نفس الوقت لازم تبقى هي طبيعيه جدا، يعني تبقى طبيعيه جدا، لان انت طالعه بشخصيتك الحقيقيه. فانا عشان ابقى انا ارضى حته البرفكشن شويه، ان انا عشان ابقى راضي عن المشهد ان هو فعلا متمثل حلو وصادق جدا، فدي كانت سهل ممتنع. قعدت قد ايه بتصور الفيلم؟ الفيلم كله على بعضه، الموضوع كله من ساعه ما ابتدينا لحد ما خلصنا 1 و3 شهور. هنا ايوه منورانا يا هنا، مش سيب نورك صوتك يجنن. سمعت حته كده قبل ما ندخل، قولي لي بقى انت شاركتي في الفيلم بصوتك بس. بالظبط. ايه احساسك اول مره كنتي تشاركي في حاجه؟ دي بالنسبه لي اول تجربه ان انا اكون بغني ساوند تراك لفيلم بالذات. هو طبعا اول حاجه شدتني هو فكره الفيلم، وايهاب تواصل معايا وقال لي نفسي تغني الساوند تراك ده. فاول لما كوني ست طبعا اكيد يعني تشجعتي للفكره. تشجعت جدا لانها بيتكلم فكرته اتراكتيف جدا ومش موجوده. بس فلما سمعت طبعا كلمات رضوى الحقيقه حسيت انه هي بتكلم فعلا كل الفئات، وبتكلمني انا شخصيا كمان كلمات. انت عندك كام سنه يا هنا؟ انا عندي 24. السؤال ده رخم قوي. لا انت بنوته صغيره مستقله. مستقله جدا طبعا. طب بالنسبه لك الست المستقله ايه؟ هو افتكر هو يعني لما رضوى كانت بتقول ايه هي الست المستقله، حسيت ان هو ده اللي انا كنت هقوله. فكره ان انت تكوني ناجحه في حياتك وبتاثري على الناس، وانك يعني التاثير ده يعني بتطلعي انرجي تخلي الاجيال اللي بعديكي تاخد منك، ويكون في برضو اجيال من بنات مستقله تانية. فانا بالنسبه لي هو ده فعلا الفاكتور المهم جدا يعني. بس والاغنيه طبعا الحان المؤلف الموسيقار الكبير انطونيو فروليو. وهو يعني هو الاوركستريتور بتاع ساوند تراكس عالميه، منها The Pursuit of Happiness. بتاع ويل سميث. فطبعا لما سمعت الموسيقى جباره الحقيقه، يعني مبدعه، يعني فيها ابداع جامد جدا. طب انت عارفه ان احنا مش هنسيب ان الفقره تعدي من غير ما انت تغني لنا. يلا يعني هاتي الاغنيه دلوقتي. يلا اوكي.
يعني الاغنيه بتبتدي عشقه الحريه، طبعا من وانا يعني لسه صبيه من وانا يعني صغيره حره. استقلاليه المراه بتبتدي بحريتها طبعا فكريه والحريه الماديه وكل حاجه. الاستقلال في كل حاجه. يعني الحريه ده اول مطلب لاي حاجه جميله اصلا. الحريه انا بشوفها ليها علاقه بالجمال اكتر ما هي ليها دي حقيقة. والرقي والكلام ده كله. يعني الحريه مش الحريه المغلوطه، يعني عشق الحريه، عشق لكل حاجه جميله بتفتح كده قدامي من وانا صغيره. رضوى الست ب100 راجل. الست ب100 ست. ايوه بالظبط، انا لسه كنت هقول كده يا رضوى. ايه رايك بقى ايهاب في جمله الست ب100 ست؟ لا انا مش موافق على جمله ست ب100 راجل، عشان احنا مش المسطره يعني. صح، ده حقيقي. يعني احنا كرجاله احنا مش المسطره، يعني انا ما أقدر يعني هي مش حاجه اقل مني فهي لازم تطلع لي فهي تبقى، لا يعني احنا زي بعض يعني. مش انا معيار قلت الست ب100 راجل وانتي قلتي لي الست ب100 ست. يعني ايه الست ب100 ست؟ الست ب100 ست مستقله. يعني كمان انا عايزه اكد مش اي ست برضه. يعني زي ما في ان احنا بنرفض ان احنا مثلا نتحط ان احنا نتقارن مع الراجل وبقوه الراجل والكلام ده. لا، هي الست اصلا قويه وضعيفه وصبوره، ويعني هي كل وحنينه وشرسه. حنينه وشرسه وطموحه وصاحبه اراده جباره. يعني هي جباره فعلا. يعني انا شخصيا بشوف معيار الست اقوى من الراجل كتير، مش بالجسم بس والفيس والشكل والحاجه الجسمانيه، الاراده بالزبط. الاراده والقوه والحنيه زي ما قلتي يا هبه. بجد يعني انا بشوف ان دي القوه يعني. طب ايه بقى يا ايهاب اسم فستان ملون؟ يعني اشمعنى ده بالذات؟ نادين عايزه اسالك السؤال ده بقالي لا اصلا ان فيلم يطلع اسمه فستان ملون عن قصه حياه ستات، الاسم شدني فعايزه اعرف ليه اشمعنى بالذات فستان ملون. هو كذا حاجه. هو اول حاجه طبعا في رمزيه في كلمه فستان نفسها عشان بيرمز اكيد للانوثه يعني. فده اول حاجه. تاني حاجه فكره اللون او الالوان بصفه عامه. اوكي. الالوان ليها حكمه مهمه جدا جدا في الفيلم، بالدراما بتاعت الفيلم، في قصه الفيلم. فانت عملت ميكس ما بين الاسم اللي هو الالوان والتصوير نفسه، انه يعني خليت الالوان تلعب دور في هو الفيلم فيلم عن نفسه. المراه المستقله، فبالتالي في حاجه رمزيه خاصه بالمراه وهي حاجه رمزيه اللي هي الفستان، في نفس الوقت اللون، في نفس الوقت فكره الفستان الملون. حتى في التريلر اخر جمله اللي هي نقطه بيضاء وسط الضلمه. الفكره كمان اللي هم كانوا بيقولوها طاقه ايجابيه. لان الفيلم مش الست المستضعفه المتبهدله اللي بيضربوها اللي بيعذبوها الشقيانه الغلبانه ولا هي تمشي بقى بحاجات كتيره قوي. هي حد مدرك، حد معتدل، حد عادي، حد طبيعي وفي نفس الوقت قوي وايجابي وبينور لغيره. فدي نقطه مهمه يعني. طب ايهاب قولي ردود الفعل ايه؟ الحمد لله الفيدباك بعد الاعلان وبعد الاغنيه كمان طبعا الفيدباك حلو جدا. وبعدين لقيت الموضوع هو مش الموضوع مش مجرد فيلم الواحد بيحاول يعني يا رب انه يكون فيلم حلو ومختلف. لا، هي كمان بقت قضيه مجتمعيه رسالة. او القصه رساله مهمه جدا. فالحمد لله يا رب يعني الحمد لله. طب انت ناوي تعمل حاجه تاني في مشاريع قريبه في حاجه ان شاء الله وهتبقى عن الستات ولا زهقت من التعامل مع الستات؟ لا، هو يعني ما ينفعش نزهق من التعامل مع الستات، بس هو الفكره ان لازم اغير، يعني لازم يبقى في حاجه مختلفه. بس هو الفيلم الجاي ان شاء الله يعني هيبقى ابطاله برضو شخصيات حقيقيه بس قصه تانية خالص بقى، يعني حاجه تانية خالص. فاحنا مش فعلا يعني احنا المفروض نستنى الفيلم. يعني بجد وقت فقرتنا للاسف خلص، بس كنا بجد في منتهى السعاده ان انتوا كنتوا معانا النهارده، وفيلم زي كده بيناقش فعلا قضيه مهمه جدا. يعني يا رب يبقى في حاجات كده كتيره. ايهاب، هنا، رضوى، ميرسي جدا ليكم، نورتونا. وهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني في فقره المطبخ. استنونا.